السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير على خير. اليوم واحد الفيديو خفيف ظريف غادي ندير معكم فيه القطبان هكذا ديال الطونه بالطريقه الاسيويه، وصراحه كيجيو بنان بزاف. هنا كنحتاجو درت تقريبا هنا 600 غرام ديال الطونه. تقدروا تستعملوا الصومه حتى هو سلمون، حتى هو كيجي زوين. كنقطعوه هكذا قطع هكذا، تكون من الاحسن تكون متساويه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، باش غير باش الطياب ديالو هكا يجينا يطيب دقه واحده، ما يجيناش شي ناشف وشي طري. صافي كنقطعوه كما كتشوفوا هكذا مكعبات متوسطه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كلها ديال الحوت. وعاد غادي ندوزو باش نديروا له التوابل. وبالنسبه للتوابل ما غاديش نديروا شي توابل كثيره باش يبقى عندنا المذاق ديال الحوت هكذا زوين. غادي نديروا معلقه هنا ديال الصويا صوص، نص معلقه صغيره ديال الابزار، وغادي نديروا نص معلقه صغيره ديال الكمون. هنا الكمون كيبقى اختياري، الا بغيتو ديروه ما بغيتوش ما ديروش. هنا درت نص معلقه صغيره ديال بودره الثوم مجفف، ونص معلقه صغيره ديال الملحه. نردوا البال بالنسبه للملحه على حسب الصويا صوص راه كتكون مالحه، وكنديروا عليها واحد العصيره هكذا ديال الحامض. صافي تنخلطوا كلشي مزيان. وبالنسبه للثومه اللي عندكم ثومه طريه ديروها ماشي مشكل. وهنا غادي نضيف ليها شويه ديال الزنجلان، وكيعطي واحد المذاق زوين بصراحه هكا ملي كيتشوى. ومن بعد كنضيفوا ليه 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وتنخلطوا كلشي مزيان حتى كيندمج لينا مزيان مع داك التوابل اللي درنا معاه. وغادي ندوزو باش كنديروا هكذا في العويدات ديال هكا ديال الشوا. تقدروا ديروا القطبان عاديين، تقدروا ديروا هادو ماشي مشكل. صافي كنكملوا هكذا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه كلها اللي عندنا. وغادي نسدو عليه في واحد البلاستيك غذائي ونخليوه قد ما بقى مده طويله كيبقى احسن. انا هنا خليته تقريبا واحد 4 سوايع هكذاك في الثلاجه. سديت عليه بلاستيك غذائي مزيان وخليته حتى كيشرب ديك التوابل ديالو. عاد من بعد غادي ناخذ لاطه هكذا كتدخل الفران، وغادي نصفف فيها هذوك القطيبات كلهم اللي عندي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. غادي ندخلهم الفران على الشوايه، ولا اللي ما عندوش شوايه في الفران يدير اقصى درجه ديال الحراره، ويدير يدخلهم فيه باش ما يطلقش لينا الماء ديالو. ما كنخليهمش مده كبيره باش ما ينشفش لينا الحوت، وغير كيبان لينا كيتحمر شويه صافي كنخرجوه. وتقدروا بطبيعه الحال تشويوه حتى على الفاخر، كيجي بصراحه كيجي احسن. حنا باش كنربحوا الوقت كندخلوه هكذا في الفران، لكننا مزروبين عليه كان عندنا الوقت بطبيعه الحال كنديروه الفاخر وتنديروه يتشوى كيجي احسن. واللي ما عنده لا هذا لا داك، الا ما قدرتوش ديروه لا في الفران لا في الفاخر، غتشدوا مقيله غادي ندهنوها بشويه ديال الزيت، وغادي نتحمروها من الجوانب ديالو كامل. وكما قلت لكم ما نكثروش عليه الطياب بزاف باش ما ينشفش ويبقى لينا طري. صراحه كيجي لذيذ بزاف. وحتى الوليدات هكا اللي ما كيبغيوش ياكلوا الحوت راه ما غاديش يردوا ليه البال، ما غاديش يجيهم داك المذاق القوي هكذا ديال الحوت، وغادي ياكلوه عادي. كما كتشوفوا معايا راه كيطيب وفي نفس الوقت كيبقى طري بزاف وكيجي هشيش وزوين. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه وان شاء الله يعجبكم. وهكذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، وشكرا بزاف والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.